في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء، نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى. مع المصطفى سأتكلم عن الأضحية، ورجاء من آبائنا وإخواننا أن ننتبه إلى هذا اللقاء بالذات. أتكلم فيه عن الأضحية، ولكنني لن أتكلم عن الأضحية المعروفة، ولكنني أتكلم في هذا اللقاء عن الأضحية وعن التضحية بالبشر. في هذا الأسبوع منظر يخلع قلوب المؤمنة الموحدة بالله جل في علاه. في سوريا بشار الأسد يأخذ امرأة وثلاثة أطفال لها، وفي ميدان عام يقوم بذبحها هي وأطفالها. هذه هي الأضحية هذا العام. في العام الماضي ضحوا بالشهداء وضحوا بأبنائنا في بلاد التحرير، وفي هذه الأيام أيضا ضحوا بدمائهم لعصابة فاسدة دفعت الأموال وضاعت دماء هؤلاء الشهداء هباء. لصالح من؟ لصالح اليهود ولصالح أمريكا وما وراء أمريكا ولصالح الشيعة، والمتهم الآن هو الإسلام. ومنذ أن خلق المولى جل وعلا الأرض فإن الحرب قائمة على دين الله جل في علاه، ولن تهدأ الأرض طالما أن دين الله جل وعلا موجود. ولم يستطيع أحد البتة أن يستأصل دين الله جل في علاه. ولا تتخيلوا أن الخراب الذي نعيش فيه من خارج أنفسنا، لا، بل ما نعيش فيه الآن منا. ما يحدث في سوريا بسبب أهل سوريا، وما حدث في العراق بسببهم، وما حدث في مصر بسببنا. لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بين كل هذه الأمور، وما ترك دين الله جل وعلا شيئا إلا وتكلم عنه وإلا وتحدث عنه. هل تتخيل أن ما يحدث في سوريا لولا حفظ الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض لحدث لنا؟ وما حدث في سوريا لن يحدث في مصر أبدا أبدا أبدا، لأن أرض مصر كالبحر العذب الذي إذا وقع فيه شيء نجس
وإني سألت ربي. النبي يسأل ربه وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة أو بسنة بعامة، يعني لم تصاب الأمة جميعها بالفقر. يا من تخاف من الفقر لن يحدث فقر. يا من تشتكي الآن أزمة الجاز والبنزين والسولار، مفيش أزمة ولا في أزمة غاز. إنه إيه؟ كل هذه الأشياء تصنع ثم تكب في الصحراء، ويوجد أدلة على ذلك. البلد والله بخير، لأن هذه البلد محروسة بعناية ورعاية الله. فيقول النبي وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، أي بقحط عام على الأرض. السنة اللي فاتت حينما حدثت مجاعة في الصومال وحينما حدثت مجاعة في فلسطين، إذا وزعت هذه الأموال على أهل الصومال اللي توصل لهم تبرعات وعلى أهل فلسطين، لصار أفقر واحد منهم كأغنى واحد منا. ولكن هناك عصابات قبل أن يصل المال إليهم يسرق وينهب، مافيا التهريب ومافيا التجارة في الشعوب الفقيرة. فالنبي يقول وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة وألا تبعين وألا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضهم، يعني يحتلهم ويسيطر عليهم ويسيطر على أموالهم ويسيطر على آبائنا الكبار. لا والله لن يحدث. فقال الحبيب الجليل للحبيب النبي النبي يا محمد، انتبه معي، إني إذا قضيت قضاء فإن قضائي لا رد. لن يستطيع أحد البتة أن يجعل قضاء الله يتغير. ما أراده الله جل وعلا سيكون. فإني قضيت ألا أهلك أمتك بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا منين؟ من سوى أنفسهم، من سوى أنفسهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها لن يحدث الخراب إلا من أهل البلد. ما حدث في مصر من سرقة من أهل البلد، ما يحدث في سوريا الآن من أهل البلد، ما حدث في فلسطين حينما باعوا أرضهم من أهل البلد، ما حدث في العراق من أهل البلد. هذا وحي الله وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه ورواه الحاكم ورواه الطبراني والبزار وابن أبي شيبة ورجال الحديث رجال ثقات من حديث معاذ بن جبل، وله شاهد من حديث أنس، وله شاهد من حديث خالد الخزاعي. وهذا الحديث الذي معنا الآن حديث خباب بن الأرض. يقول صلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، النبي يصلي صلاة غير صلاة الفريضة، فأطال النبي في الصلاة، فبعد أن انتهى النبي قال أصحاب الحبيب النبي للنبي يا رسول الله لقد أطلت في صلاتك، لم نعهد عليك الإطالة في الصلاة كما أطلت في هذه الصلاة، بل ربما أن هذه الصلاة
فاسجد إلى الله جل في علاه يرزقك. إذا كنت مريضا الجأ إلى الله جل في علاه يداويك. إذا كنت محتاجا فالجأ إلى الله جل في علاه يعطيك. الله ربي لا إله سواه، الله ربي لا إله سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده، والموت كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه فيصدرهم، والعبد ينسى والرحمن ليس ينساه. الجأ إلى الله جل في علاه، الجأ إلى الله جل في علاه، فإن الله جل وعلا كريم، ويستحي ربي جل وعلا أن يرد عبدا من عباده مكسور الخاطر واليدين، لأن خزائنه جل وعلا ملأى، عنده جل وعلا الخير كله والنعيم كله. بك أستعين ومن يجير سواك، فأجل ضعيفا يحتمي بحماك. أنبت يا ربي وغفرت لذنوبي، ولا لها من غافل إلاك. دنياي غفرتني وعبد جدني، ما حيلتي في هذه أوزاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بدليل عفوك ما غفر وعصاك. رباه فأنا باخذ رزق من الهوى، واستكبر القلب القوي هداك. أغضه وترد صادق توبتي. حاشاك أن ترد تائبا، حاشاك، حاشاك أن ترد تائبا، حاشاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله، قال ما هذه إلا صلاة رغبة ورهبة. وإني سألت ربي جل وعلا ثلاث. النبي سأل ربه جل وعلا ثلاث أشياء. ما سأل النبي شيئا ربه جل وعلا شيئا لنفسه، لا لا ولأبنائنا وللأجيال القادمة. فإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بقحط عام، هذه الأولى، وألا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضهم. الثالثة وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فأعطاني الله جل وعلا الثلاث. ربنا أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل الأمة في مجاعة. اطمئن، الرزق جيدا جيدا والخير جيدا، ولا يوجد مدد. بقالها 3 سنين مفيش أمن ومفيش أمان ومفيش لها دخل، وتعيش حياة مطلقة أكثر من هذه البلد الموجودة. مفيش واحد يفكر، مفيش واحد ما بلاش، مفيش واحد فينا النهارده ما عندوش كلام بتاريخ الكفيف كان مشغل. مفيش واحد النهارده ما عندوش لعب، مفيش واحد النهارده مش مخزن 2-3 طن ونص. لن تصاب الأمة بفقر أبدا. الثانية النبي قال لربه وألا تسلط عليهم عدوا يستبيح بيضهم، وألا يجعل بأسهم وألا يضيق بعضهم بأس بعض. الله جل وعلا أعطى للنبي ألا تصاب الأمة بفقر أو بمجاعة. الثانية ألا يسلط الله سبحانه وتعالى على الأمة عدوا من سوى أنفسهم. اللي يقول لك أمريكا هتحتلك وإسرائيل هتحتلك وإسرائيل وأمريكا هتيجي ليبيا وأمريكا هتيجي، مستحيل مستحيل. كل هذا كلام إعلامي فاشل حتى يجعل عقيدتك بالله جل وعلا تتزعزع، وألا يضيق بعضهم بأس بعض. الخوف من مين؟ الخوف من مين؟ الآن الخوف من الشيعة. الشيعة تريد أن تشر غباء تكون قوية منه. وما هو الشيعة؟ الصوفية، أصحاب الموالد، أصحاب الخير، أصحاب البدع. فإذا دخلت الشيعة في مكان ووجدت مثلا في المكان درس علم في نص الأسبوع، أو وجد فيها
اليهودية وجدوا في المكان أضرحة تزار ومقام تزار قالوا أضربنا المدينة وأضربنا العشاء ولن يكون سبب خراب الأمة إلا الشيعة ولن يكون سبب دمار الأمة إلا الشيعة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فمنعني الله جل وعلا الثالثة وألا يجعل بعضهم يضيق بعضهم بأس بعض فالخراب سيأتي من الشعب نفسه ويأتي من الناس نفسه والله لو منذ إقامة الثورة المصرية كل واحد كده احترم نفسه وبقى في نفسه وبقى في مكانه وصارت هذه البلد وصارت من أفضل بلاد الأرض فماذا قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم بدين الله جل في علاه هذا ما سنتعرف عليه يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم خير ما في القرآن من لا إله إلا الله وعنه الله ذنبك من لا ذنب لك وتوفى بحبه لمن الله سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الكلام الذي تكلمته من واقع الحياة التي نعيش فيها تكملة للموضوع وليس انسلاخا من الموضوع. ماذا قدم كل واحد منا لدين الله جل في علاه ولصلاح هذه البلد ولصلاح دينه ولصلاح نفسه؟ هل منا الآن من جلس بينه وبين الله جل في علاه ورفع يديه بدعوة خالصة لإخوانه المسلمين في هذه الأيام الطيبة الطاهرة المباركة؟ هل منا من هو حريص على أداء الصلوات في جماعة؟ هل منا من هو حريص على أكل الحلال؟ هل منا من ينشغل قلبه وينخلع قلبه لبيت من بيوت الله جل وعلا لإتمام بنائه أو لنظافته؟ هل من الشباب إخواننا وخاصة أكلم إخواني الصنايعيين؟ ليه ما نجيش مجموعة الصناعية الذين من الله عليهم وأطلق الله عليهم بالمال كل واحد فينا يتبرع كل أسبوع صواريخ التفاضل كل واحد يتبرع بأسبوع كل أسبوع ب5 جنيه ونحطها في الحصالة ونجيب مجموعة من الناس ينظفوا المسجد كل أسبوع. ليه؟ ماذا قدمت لدين الله جل في علاه؟ انظر ماذا قدم حبيبك صلى الله عليه وسلم لدين الله جل في علاه. لو أردت أن أتكلم عن التضحيات التي قام بها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أقوله منذ الآن إلى أن أموت كأنه نقطة من بحر مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لدين الله. ولكنني لعدم العطالة على حضراتكم أكتفي بموقف واحد من المواقف التي تعرض لها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أود أن أتكلم حول موقف امرأة وهذه المرأة منذ 5000 سنة وهي الآن تذكر في كتاب الله جل في علاه ضحت بالغالي والنفيس في سبيل دين الله جل في علاه. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق والإمام مسلم في كتاب الجهاد من حديث أم المؤمنين عائشة تقول جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. السيدة عائشة تسامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت له انت عارف تجارة عملت فيها ايه؟ جد عملت فيها ايه؟ انت عارف اخوك عمل ايه؟ ده امك عملت فينا كذا، ده مرات اخوك عملت فينا كذا. تبقى سليمه وعماله تتنطط وعماله تجري يمين وشمال وساعات ما تخش ظهر وبطن وجنب ورجل. لا، جلست مع الحبيب النبي تسامره فقالت يا رسول الله ما أشد ما لقيت من قومك، يعني ايه أصعب شيء رأيته من قومك؟ قال لها يا عائشة والله لقيت من قومك
آنفا لم يكن مع النبي مال ولم يكن مع النبي شيئا يركبه، فوصل إليه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. عش معايا الرحلة. حينما خرج من مكة إلى الطائف ما مر على بيت أو على مكان إلا ودعاه إلى الله جل في علاه. ليه؟ لأن الحبيب النبي يعلم أن الدنيا بكل ما فيها ستموت، فيريد النبي أن يجعل هؤلاء يخلعون أنفسهم من نار جهنم. فوصل النبي إلى هناك وكانوا ثلاثة إخوة. الأول يسمى ابن عم يليه، والثاني يسمى حبيب، والثالث يسمى مسعود. ثلاثة إخوة. فعرض عليهم النبي الإيمان والإسلام، فقال أحدهم يا محمد ألا يجد ربك أحدا سواك يرسله؟ يعني خلاص ما عادش في الدنيا الغنى استهزاء برسول الله، ما عادش حد في الدنيا هيصلح البلد الا فلان. الثاني قال يا محمد اذا كان الله ارسلك لأذهبن إلى الكعبة فأنزل عنها ثيابها وأمسكه. الثالث قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إذا كان الله أرسلك فلن أتبعك، فأنت أعظم خطرا من أن أتبعك، وإن لم يكن الله أرسلك فأنت كذاب وأنا لا أتبع كذاب. فقال له النبي أخذ عني أمرك. فمكث النبي في أرض الطائف 10 أيام يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيد الله. 10 أيام فما استجاب منهم أحد. فقال لهم النبي حينما خرج أخذوا عني أمري. خلاص اعتبروا النبي ما يدعونش. قالوا لا. فجمعوا الهلال وجمعوا النساء وجمعوا الأطفال. حينما أراد رسول الرب المتعال أن يخرج جمعوا الناس صفين. وعن الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يخرج سبوا النبي بأربع الألفاظ وبأشياء العبارات وقذفوه بالحجارة حتى سالت الدماء من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي من بيته وضرب زيد بن حارثة بحجر شد رأسه. فخرج النبي والدماء تسير من وجهه وتسير من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. والله لا اله الا غيره انني اتمنى الان أن أقبل الأرض التي وضع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا على أن أقدم قدميه وأن أقبل قدميه صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي حتى وصل إلى مكان، هذا المكان يبعد عن مكة عن أرض الطائف ب5 كيلو، يسمى قرن الثعالب أو قرن المنازل. فجلس النبي هناك. يوجد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا إلهي أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عبد يتجهمني انتبه معي إلى هذا الدعاء، أو إلى بعيد ملته أمري أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمات وأنارت به السماوات والأرض. إلهي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. كلنا من قبل سمعنا هذا الدعاء مرات كثيرة. هذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كلام يائس، والنبي ما عرف اليأس
تواصلك مصلحة؟ لا. فإذ بصديقه وحبيبه جبريل عليه السلام ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: أهلا يا رسول الله، اطمئن بوعد الله جل في علاه يا محمد، فإن الله جل وعلا سمع ما فعل، رأى وسمع ما فعل قومك بك، وإن الله أرسل إليك ملك الجبال. فإذ بالحبيب النبي ينظر في السماء فيرى ملك الجبال، فيقول ملك الجبال للرسول صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. فيقول: وعليك السلام. فيقول: إن الله جل وعلا أرسلني إليك، ولو شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. والأخشبين هما جبلان عظيمان في مكة بين مكة والطائف. الأول يسمى أبو قبيس، والثاني يسمى الأحمر. لو شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. نظر إليه النبي والدماء تسيل من جسده وجسده يتألم، فقال النبي: عسى الله سبحانه وتعالى لا تفعل بهم. سيدنا نوح عليه السلام حين أتاه قومه ماذا قال؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قوم نوح حينما اشتدت بهم المعصية رفعهم الله جل وعلا. أولم يكن أن نرفعهم إلى السماء فخسف بهم الأرض. أما النبي فإنه حبيب لنا. ألم أقل لك من قبل بأن رسول الله أخ لي ولك؟ والأخ يخاف على إخوانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى الله سبحانه وتعالى أن يخرج من ظهورهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين لأطبق عليهم الجبلين، ولصارت الدماء تسير من أرض الطائف إلى أرض مكة حتى يراها أهل مكة ويروا هذا العناد الذي في رؤوسهم والرؤوس التي تعفنت بالشرك والوثنية. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم من ذلك. يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر ابتسم والشمس أشرقت من نور بدرك، أنت الذي لما وفقت إلى السماء فقد سمت وتزينت إسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا وقد دعاك ربك وحباك، وخفضت إلى الشرك أعلى الهدى ورفعت دينك فاستقاموا هناك. ماذا يقول المابحون وما عسى أن يجمع الكتاب في معناك. صلى عليك الله يا علم الهدى واشترك مشترك فينا مثواك. يا ترى السنة الجاية زي الأيام دي بيكون العالميين من البلاد العربية هيضحوا. يا ترى هيكون العالميين من البلاد العربية هيضحوا فيه، ويا ترى أهلك فيه، ويا ترى ماذا يفعل الله جل وعلا بنا. وكل عام وحضراتكم بخير، وبإذن الله سبحانه وتعالى خطبة العيد لو كان الدكتور إبراهيم موجود لكان أولى الناس بها إن شاء رب العالمين. سيكون الأمر أولا لشيخ الدكتور خالد فرحات، فإن لم يكن هو فيكون الشيخ عبد الله شهيد، فإن لم يكن هو فيكون الشيخ مصطفى أو إبراهيم أو عطية. وهؤلاء هم أولى بي لأنهم أهل البلد وأبناء البلد وأهل المكان. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لا يسمع خير من الدعوة رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهل الشرك